بتبدأ الحكاية بقط صغير اسمه بلانكت، والقط ده صاحبته كان اسمها بيني، وكان عايش معاهم في نفس الشقة قط تاني ضخم اسمه بلاك. وبلانكت كان دايما بيسأل بلاك عن العالم الخارجي، لأن عمره ما خرج من البيت بتاعهم وعايز يعرف العالم اللي بره عامل ازاي. فبلاك لأنه بيحب بلانكت قرر يحكيله، وكمان قبل ما يعمل كده اداله السلسلة بتاعته اللي بيحبها جدا. وبلاك بدأ يحكي لبلانكت ويقوله إن العالم عظيم وفي حاجات كتير تستاهل إن الواحد يتفرج عليها. وطبعا بلانكت لما سمع الكلام ده قرر يهرب من البيت عشان يكتشف العالم ويشوف حاجات جديدة. بس للأسف بقى لما عمل كده الحيوانات في الشارع كانت بتضربه، وحتى الأطفال كانوا بيجروا وراه. ولما بلانكت حاول يرجع لبيته للأسف معرفش، ولأن الدنيا كانت ساقعة والتلج في كل مكان بلانكت راح استخبى تحت شجرة لحد ما يشوف هيتصرف ازاي. بس لحسن حظه صاحبته بيني بتلاقيه وبتاخده معاها على البيت تاني. وبلانكت من بعدها قرر انه مش هيخرج من البيت تاني ابدا مهما حصل. وبعد كام سنة بلانكت بيكون كبر، وكان وقتها ابنه الصغير بيصحيه اللي اسمه كيب. وكيب كان دايما بيلعب وبيجري بكل نشاط. وساعتها بقى كيب لقى عصفورة، ففضل يجري ويتنطط ويلعب وراها لحد ما العصفورة دي وصلت عند الشباك وطارت. فكيب لما بيبص من الشباك بيكون عاجبه العالم الخارجي، وبيسأل باباه عن المدينة وإنه خرج قبل كده من البيت ولا لأ. فبلانكت بيقوله بكل كسل إن العالم الخارجي عالم خطير ومليان لصوص، وقاله كمان إن الجو بيبقى برد جدا ومفيش حد في الشارع بيستحمله. ورغم كلام بلانكت كيب برضه بيكون عايز يتفرج على المدينة ومش عايز يبقى كسول زي باباه. وبعدها بشوية بيني بتدخل البيت وبيكون معاها بغبغان، وبتعرفه على كيب وبلانكت. ولما بيسألوا البغبغان على اسمه بيقول لهم إن اسمه ماك، فبيفتكروه ولد بس بيصدمهم وبيقول لهم إن هو بنت. ولما بيسألوا ماك عن اسمها بتقول لهم إن ما عندهاش مشكلة، لأنها كل فترة بتتنقل من بيت لبيت، وده بسبب إنها فوضوية وبتبهدل الدنيا. فكيب بيقول لماك إن القعدة في البيت حاجة مملة، بس ماك بتصدمه وبتقوله إن عمرها في حياتها ما خرجت بره البيت اللي عايشة فيه. وبعدها ماك بتتريق على بلانكت وبتقول إن قط تخين وكسلان، بس بلانكت ما بيسكتلهاش وبيقول لها إنه في يوم خرج من البيت وراح لمدينة بيتشيتوبيا، وده مكان جميل جدا وهادي. وبيقعد بلانكت يشرح لهم المكان ده وإزاي هو راح هناك. بس ماك وقتها ما بتصدقش كلام بلانكت، فبلانكت بيحلف لها وبيقول لها إن السلسلة اللي لابسها كيب هي دي اللي بتودي ليها. ولما الليل جه كيب سأل بلانكت عن مامته وقال له هي في بيتشيتوبيا ولا لأ، فبلانكت قال له لأ، ولحد دلوقتي عمره ما حكاله عن مامته. بس كيب برضه ما كانش بيسكت، وكان كل شوية يقول لبلانكت إنه عايز يستكشف العالم الخارجي ويروح لمدينة القطط. بس بلانكت كان دايما بيرفض وبيقول له مفيش خروج من البيت. وكل يوم كيب كان بيستنى بيني عشان يحاول يخرج معاها، بس للأسف ما كانش بيعرف، وكان كل مرة بيني بترجعه تاني. لحد ما في يوم من الأيام كيب بيكون قاعد على الشباك وبيقرر ينط منه، لكن على آخر لحظة بلانكت بيلحقه، وكمان ماك بيمسك كيب وبيساعده. ولما بلانكت بعدها زعق لكيب، كيب فضل يعيط وقال له إنه عايز يعرف مكان مامته. فبلانكت قال له إن مامتك عايشة في مدينة بيتشتوبيا. فكيب ساعتها بيطلب منه إنه ياخده ويوديه هناك لأنه عايز يشوفها. بس بلانكت بيقوله بحزن إن المكان بعيد جدا وصعب يروحوه. وكيب من بعدها فضل يتفرج على التابلت ليل نهار لحد ما في الآخر بينجح يتعلم من الفيديوهات اللي فيه، وعمل شراع وعرف يطير بيه. وفعلا في يوم من الأيام كيب أخد الشراع بتاعه وطار من الشباك ولف المدينة كلها. بس لما كيب بعد عن البيت بلانكت قال لماك إنه لازم يتصرف ويلحق ابنه. وفعلا بعدها بلانكت وماك نطوا من الشباك، وبلانكت بدأ يجري بسرعة في كل مكان عشان يدور على ابنه. وبعد تدوير كتير في الآخر لقاه طاير في السماء بالشراع بتاعه، فكان متفاجئ ومش عارف هيوصله ازاي. وكيب وهو طاير
الشراع باظ منه ووقع على جبل عالي. ووقت لما كان كيب طاير، في بنت صورته بتليفونها وحاولت إنها توري الصورة لباباها. وبلانكت لما سمع البنت دي بتقول إنها صورت القط اللي بيطير، راح مسك في العربية هو وماك عشان يشوفوا الصور اللي في الموبايل ويعرفوا كيب راح فين. وعلى الجانب الآخر، كيب كان نزل على جبل وكان عمال يلعب مع الفراشات وهو سعيد وفرحان جدا. بس بعدها بشوية كيب لقى تماثيل كتير لحيوانات مختلفة، وأول لما قرب من الحيوانات دي ظهر له قرد وخطفه. ولما القرد سأله انت مين، كيب عرفه بنفسه وقال له انه رايح مدينة بيتشتوبيا. فالقرد بيستغرب وبيقول له انه عمره ما سمع عنها. ووقت لما كانوا بيتكلموا، كل حيوانات الغابة عرفت ان كيب موجود، وراحوا واتلموا كلهم حواليه عشان يهجموا عليه. ولما كيب بيهرب منهم بيلاقي قدامه سور، ولما بينط السور ده بيلاقي شخص متضايق وقدامه كاميرات كتير. والغريب إن الراجل ده شاف كيب في الكاميرات وكان عايز يوصل بأي شكل للسلسلة اللي كيب لابسها. بس بعدها حيوان الراكون راح لكيب وقال له إنه لازم يهرب من هنا لأن المكان ده مليان كاميرات. وفعلا كيب صدقه وطلع يجري وراه عشان يهرب من المصنع. وعلى الجانب الآخر، مدير المبيعات كان بيكلم صاحب المصنع وبيقول له إن مبيعاتهم قلت جدا الفترة اللي فاتت. فالمدير بيتعصب وبيقول له إن دلوقتي مش فارق معاه المبيعات، والحاجة الوحيدة اللي فارقة معاه السلسلة اللي في رقبة القط. وفي نفس الوقت ده، بلانكت وماك كانوا لسه بيحاولوا يشوفوا موبايل البنت اللي مصورة فيه صور كيب. ولما أخيرا بيقدروا يوصلوا للتليفون، بيجيلهم طائر تاني وبيرخم عليهم عشان ياخده. وللأسف بعد معركة كبيرة بينهم، التليفون وقع في المية. وبلانكت وماك لما نزلوا عشان يجيبوه وقعوا في شبكة صياد. وعلى الجانب الآخر، كيب لما هرب وصل لمكان مهجور ولقى جوه المكان ده القط الأسود الضخم اللي اسمه بلاك. ولما بلاك سأل كيب إيه اللي جايبه هنا، كيب عرفه إنه بيدور على مدينة بيتشتوبيا عشان يلاقي مامته. ولما بلاك سأله عن باباه، كيب قال له إنه مش عايز يبقى زيه كسول، لأن باباه ما بيتحركش من البيت وكل اللي بيعمله بياكل وبيشرب بس. ولما بلاك سأله هتوصل ازاي لبيتشيتوبيا، كيب وراله السلسلة وعرفه ان باباه قال له ان السلسلة دي هي اللي هتوصله لمدينة بيتشيتوبيا. وبعدها بشوية بيدخل عليهم حيوان الراكون عشان يدور على كيب، لكن القط بلاك كان لحق وخباه. فالراكون لاحظ ان في آثار ايد على الكوباية، وقبل ما الراكون يمسك الكوباية، بلاك عمل خدعة وخلى البصمة دي بصمة ايده هو. ولما الراكون بيقتنع وبيمشي، القط بلاك بيبدأ يتكلم مع كيب وبيقوله إن كلامه كله صح، وإن مدينة بيتشيتوبيا موجودة فعلا، وكمان بيوصف له مكانها. وكمان بلاك فاجئ كيب وقال له إن السلسلة اللي في رقبته دي هو اللي مديها لباباه زمان. فكيب كان فرحان جدا وعرض على بلاك إنه يروح معاه لمدينة بيتشيتوبيا. بس بلاك بيرفض وبيقوله إنه ما يقدرش يرجع لها لأن طريقها خطر جدا. وكمان بعدها بلاك بيحذر كيب من السلسلة وبيقوله إنها بتجيب الحظ السيء. وعلى الجانب الآخر، بلانكت وماك عرفوا يهربوا من الصياد وكانوا عمالين يلفوا المدينة كلها عشان يوصلوا لكيب. وأثناء ما هما بيدوروا، ركبوا عربية تلاجة وكانوا بيموتوا من البرد. ولما وقفت العربية نزلوا منها ودخلوا بعدها مكان غريب مليان قماش ملون. ولما دوروا وسط القماش ده، لقوا حيوان قاعد بيتأمل وبيلعب يوجا. فبلانكت وقتها بيكلم الحيوان ده وبيقوله يساعدهم عشان يوصلوا للجبل، وبيعرفوا انهم تايهين وعايزين يروحوا لمدينة بيتشتوبيا. فالحيوان بيضحك وبيقول لهم ان مدينة بيتشتوبيا في قلوبهم، والحاجة الوحيدة اللي هتوديهم ليها هي التأمل. وبعدها على طول بيظهر لهم غزال ومعزة. ولما بيعرفوا ان القط والبغبغان رايحين للجبل، بيحذروهم من المكان ده وبيقولوا لهم ان هناك في مصنع ازاز خطير، وكمان في راكون بيخطف الناس. فبلانكت بيشكر الحيوانات على خوفهم عليه، بس بيقول لهم انه لازم يروح عشان ينقذ ابنه. بس الغريب ان ماك كانت عمالة تهزر وراحت للمعزة وقالت له انها عايزة تتعلم فنون التأمل.
بس بالغلط وقعته في المية. وطبعا اللي عملته ده عصب كل الحيوانات اللي في المكان، وطلعوا بعدها كلهم يجروا ورا ماك وبلانكت. وبعد مطاردة كبيرة ماك أخدت بلانكت وطارت بيه مسافة طويلة لحد ما في الآخر وصلوا عند الجبل. وللأسف ساعتها الراكون شافهم، ولما بلانكت وماك حاولوا يهربوا منه للأسف بلانكت وقع في مصيدة، وماك لأنها مش جبانة ما هربتش وحاولت تساعد بلانكت عشان تخرجه من المصيدة. وعلى الجانب الآخر كيب نزل البحيرة اللي حكاله عنها بلاك، وبدأ فعلا يدور على مدينة بيتشتوبيا. بس وهو بيستكشف تحت المية في حد قطع له أنبوبة الأكسجين، فوقتها كان مضطر يطلع قبل ما نفسه يتقطع. بس للأسف أول لما طلع مدير المصنع ماسكه، ولما دور على السلسلة ملقاهاش في رقبته. فرئيس المصنع كان متعصب منه وأمر رجالته إنهم يحبسوه في القفص لحد ما يشوف هيتصرف معاه إزاي. وبعدها لما كيب كان في القفص قابل القرد اللي ساعده في الأول وسأله هما فين والمدير ده هيعمل معاهم إيه. فالقرد صدمه وقال له إن صاحب المصنع كل آخر شهر بياخد حيوان وبيصنع منه تماثيل إزاز زي اللي شافها في الأول. وبعد 10 دقايق بالظبط مدير المصنع دخل عليهم عشان يختار حيوان يصنع منه تمثال. ولما المدير بص على كل الحيوانات قرر يقتلهم كلهم ويعمل منهم تماثيل، وأمر المساعد بتاعه إنهم يبدأوا بالقط كيب لأن هو اللي ضيع السلسلة. وعلى الجانب الآخر بلانكت قابل القط بلاك ولقى معاه سلسلة ابنه كيب. وبلانكت بيعرف من بلاك إن كيب محبوس في المصنع، ومدير المصنع أكيد مش هيسيبه وهيعذبه ويحوله تمثال. فبلانكت ساعتها بيجري بسرعة على المصنع عشان ينقذ ابنه. بس أول لما قرب من السور للأسف اتكهرب ووقع على الأرض. بس على آخر لحظة القط بلاك وماك أنقذوا بلانكت. وأول لما فاق من الكهرباء بلاك وماك وعدوه إنهم هيفضلوا معاه وهيساعدوه لحد ما يوصل لابنه. وبلانكت بعدها بدأ يفتكر يوم وفاة مراته لما وقعت من الشباك، وبيشيل نفسه الذنب لأنه مقدرش يحافظ على مراته. ودلوقتي كمان بيشيل نفسه برضه الذنب لأنه مش عارف ينقذ ابنه. بس بعدها بثواني بلانكت اتشجع وقرر إنه لازم ينقذ ابنه بأي تمن. وفعلا بعدها بتبدأ الخطة، وماك بتطير لحد المصنع وبتدخل من الشباك وبتقول لكيبي يطمن لأن هي وبلانكت هنا وجايين عشان ينقذوه. بس للأسف في الوقت ده الراكون بيشوف ماك وبيحاول يمسكها، بس ماك على آخر لحظة عرفت تهرب منه، ووعدت كيب إنها هترجع تاني هي وباباه عشان ينقذوه من صاحب المصنع الشرير. وكيب بعدها بيقول للحيوانات إن عنده خطة للهروب، وبيحاول فعلا يفتح القفل لحد ما في الآخر بينجح، وبيربط مواسير مع بعض لحد ما بيوصلوا بيها القفل الباب. بس واحد من اللي شغالين في المصنع بيدخل مرة واحدة وبيبوظ الخطة. وعلى الجانب الآخر ماك رجعت لبلانكت وقالت له إنها شافت ابنه. وطبعا أول لما عرف كده اتحركوا هما التلاتة عشان ينجزوا بسرعة وينقذوا كيب. ووقت لما كانوا في الطريق الراكون بيفضل يراقبهم وبيكون ماشي وراهم. وأول لما بيلاقي القط بلاك لوحده بيظهر له وبيعرض عليه إنه يديله السلسلة. ولما بلاك بيرفض الراكون بيقول له قدامك اختيارين، يا إما تديني السلسلة وهسلمك كيب، يا إما هموتك أنت وهو. ووقتها أول لما بلانكت سمع الكلام بيروح وبيدي القط بلاك السلسلة وبيقول له ينقذ نفسه بالسلسلة دي، وهو هيتصرف وهيروح ينقذ ابنه بنفسه. وعلى الجانب الآخر كيب كان بيحاول يهرب بطريقة تانية لكن للأسف ما بيعرفش. ولما بلانكت بيوصله بيلاقي كيب محبوس في كيس مع باقي الحيوانات وخلاص داخلين للفرن. فبلانكت ساعتها ما بيكونش عارف يوصله وبيترعب وبيفضل يعيط وما بيكونش مصدق اللي حصل. ولما بلانكت بيفقد الأمل بيخرج من المصنع وهو زعلان جدا وبيكون مفكر إن خلاص ابنه مات. بس على الجانب الآخر كيب ما وقعش في الفرن وكان عمال يحاول يخرج بكل الطرق. وبعدها كيب خرج عشان يجري بسرعة ويلحق باباه ويعرفه إنه عايش. بس للأسف وقتها الراكون خطف بلانكت وقرر إنه يسلمه لصاحب المصنع عشان ينتقم منه.
ولما كيب شافه وحاول يجري وراه، بلاك ظهر ووقفه، وساعتها بقى حكاله الحقيقة وقال له إن مامته مش في مدينة بيتشتوبيا، وعرفه إنها ماتت من زمان وهو صغير. فكيب ساعتها ما كانش فارق معاه، وكان كل اللي همه إنه يروح وينقذ باباه. وفعلا بعدها بلاك وكيب وصلوا للمكان اللي فيه الراكون، وبلاك طلب منه إنه يسلمه بلانكت مقابل السلسلة. فالراكون ساعتها وافق وساب بلانكت وأخد السلسلة. بس قبل ما يخرجوا من المكان، الراكون مسك كيب وكان عايز ينتقم منه. بس قبل ما يعمل كده، في عربية ضخمة دخلت جوه المصنع ودمرته. وساعتها بقى الحيوانات كلهم استغلوا الفرصة وركبوا تمثال كبير على شكل سفينة. لكن مدير المصنع على آخر لحظة بيتدخل وبيمسك التمثال عشان يمنعه من الوصول للمية. بس بلانكت بيتصداله وبيشد التمثال بنفسه لحد ما بيوقعه في المية. فمدير المصنع بعدها بيمسك كيب وبيحاول يقلعه السلسلة بأي شكل. والحيوانات لما بتشوف اللي بيحصل بتتدخل وبتساعد كيب، وساعتها ايد مدير المصنع بتفلت، واخيرا المية بتشده وبيغرق. وبعدها القط بلاك بيحكي لكل الحيوانات قصة مدير المصنع، وقال لهم انه في الاول كان راجل طيب وبيحب يعمل تماثيل. بس في يوم من الايام جات له السلسلة دي هدية، ومن ساعتها بقى اتجنن وبدأ يعمل تماثيل غريبة. والقط من ساعتها ما بقاش عارف يعيش معاه، وقرر يسرق منه السلسلة ويهرب ويسيبه. ومن وقتها بقى صاحب المصنع كان بيدور بكل الطرق عشان يوصل للسلسلة دي. وبعد شوية صغيرين، أخيرا الحيوانات وصلت بالمركبة لمدينة بيتشتوبيا، وبيكونوا كلهم متفاجئين لأن المدينة كانت فعلا جميلة. وأول لما الليل جه عملوا حفلة لأنهم أخيرا وصلوا لمدينة أحلامهم. بس في اليوم اللي بعده بلانكت بيودع كيب لأنه قرر يرجع يعيش في البيت مع صاحبته بيني. وبلانكت قبل ما يمشي بيشجع كيب وبيقوله يستكشف العالم كله ويعمل اللي نفسه فيه، وعرفه انه لو احتاج اي وقت يرجع البيت هيلاقيه مستنيه. وكمان وصاه انه يبدأ حياة جديدة كلها شجاعة وامل، وما يحاولش في يوم من الايام يبقى كسول زيه. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.